السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض نشاط الفصل من مونتيسوري. النشاط ده سهل جدا جدا جدا، وممكن تعمليه بأقل الإمكانيات الموجودة عندك في البيت. النشاط ده ممكن يتعمل بخرز أشكال مختلفة، أو أو مكرونة أشكال أو أحجام مختلفة، أو رز وعدس، رز ولسان عصفور، بقوليات أشكال مختلفة، فاصوليا مثلا وعدس وحاجات زي كده. آه، المطلوب منك ان انت تجيبي طبق تخلطي فيه زي ما انا عامله كده، مثلا زي تطبيق النهارده نوعين مثلا من المكرونه باحجام مختلفه، وطبقين فاضيين. هتعلمي بنتك، هتوريها في الاول، تقولي لها احنا هنحط الشكل ده في الطبق ده والشكل ده في الطبق ده، وتسيبي لها وقت وكميه المحطوطه قدامها، وهي هتبدأ تفصل، تحط الكبير مثلا في الطبق ده والصغير في الطبق ده لحد ما الكمية كلها تخلص. النشاط ده بيستهدف ايه؟ النشاط ده بينمي التركيز عند الأطفال. آم، الطفل في الوقت ده بيبقى مخه مركز في ان هو يفصل الشكلين عن بعض. آم، حلو جدا في زيادة التركيز يعني. وممكن انت تبدأي بنوعين، وبعد كده تزودي يبقوا 3 أو 4 مثلا. تبدأي الأول بأحجام كبيرة زي المكرونة، بعد كده تتدرجي بقى إلى حاجات أصغر زي الرز والعدس مثلا. آم، جربوا ان انتوا تعملوا الحاجات دي مع أولادكم، الحاجات دي متوفرة في كل البيوت. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدتكم هعمل لكم اكلات للاطفال تكون صحيه وبالخضار لو اولادك ما بياكلوش خضار. النهارده هنعمل مع بعض كفته خضار. هناخد ايه مع بعض؟ زي ما انتم شايفين كده، بصل وجزر وكوسه وبطاطس وفلفل الوان اخضر واحمر واصفر وبصل اخضر. يعني مش هستخدم العروش الخضراء بتاعته دي، او لو انت حباها ممكن تستخدميها عادي جدا برضو. وبيضة و دقيق، رز، يعني رز طحنته في كبة الخلاط اللي هي الكبة الصغيرة خالص دي. ومعانا هنا ايه البهارات طبعا، فلفل وكمون وتوم باودر وبصل باودر. واعمل لها بعد كده بقى قشرة او غلاف كفرنج يعني، من دقيق وبيض وبقسماط. بس هدخلها الفرن مش هقليها. ومعايا هنا المبشرة بتاعتي. كل ده كده هيتبشر. واللي ما تعرفيش تبشريه قطعيه قطع صغيرة جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كده كل المكونات اتبشرت اهي، ما شاء الله. شايفين كمية خضار قد ايه؟ متخيلة انت كمية الفيتامينات اللي موجودة في الخضار ده؟ مش هحط الملح دلوقتي ليه؟ علشان ما ينزلش المية من الخضار وتفك مني. هو المفروض الوصفة الأساسية ان احنا بنصفيها في مصفى عشان ننزل المية، بس اصلا المية دي هي اللي فيها القيمة الغذائية اللي في الخضار. فانا مش هصفي الميه اللي في الخضار. انا هضيف عليها دقيق الرز، اللي هو الرز ده المطحون في كبة الخلاط اللي احنا اتفقنا عليه علشان خاطر يربطها. وكمان هحط فيها بيضة علشان تربطها، يعني البيضة طبعا قيمة غذائية وهتربطها كمان. وهتبلها بقى بالبهارات اللي قلنا عليها. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. كده، وهضيف عليها شوية دقيق رز بقى، حسب ممكن مثلا كوباية، قد ما تمص هعجنها وارجع لكم. كده انا حطيت اهو الملح والفلفل والكمون والبصل باودر وتوم باودر. كده يا بنات انا اهو صبعتها وادخلها الفريزر تمسك شويه عشان اقدر احطها في الدقيق والبيض والبقسماط.
كده يا بنات انا اهو صبعتها وادخلها الفريزر تمسك شويه عشان اقدر احطها في الدقيق والبيض والبقسماط. كده يا بنات اهي انا طلعتها من الفريزر، شايفين مسكت نفسها اهي، بقت الواحده بوحدتها اهي. هطلعها بقى اخد واحده واحده كده واحطها في ايه، في الدقيق الاول وبيض كده، بيض وبقسماط اجيب واحده تانية دقيق. احاول اكون سريعه علشان ما تفكش مني. وقلنا ان احنا حطيناها في في الفريزر عشان تمسك نفسها، واقدر اعمل كده، اقدر احطها في الدقيق والبيض والبقسماط، عشان لو ما كنتش حطيتها في الفريزر كانت هتبقى صعبه قوي يعني. بعدين البقسماط كده بالطريقه دي. هكمل كل الكميه وبعد كده نحطهم في الفرن يستووا. كده يا بنات انا عملتهم كلهم ورصيتهم على ورق زبده في صينيه. هعملهم بالفرشه كده بزيت وادخلهم الفرن يستووا ان شاء الله، واوريه لكم بعد كده. نعم. كده يا بنات خلصت اهي ما شاء الله. هحط عليها كاتشب وشبت. انتي ممكن تزينيها باي حاجه عندك. ما شاء الله مغذيه جدا للاطفال وطالعه طعمها تحفه وخفيفه عشان ما اتقلتش في الزيت، معموله في الفرن.